السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل المحشي الجميل ده. المحشي ده والله العظيم كان جميل وطعمه تحفة. هنعمل النهاردة مع بعض وهنبتدي مع بعض الطريقة بس لما تيجي تجيبي تنقي كرومبة، اول حاجة ما تنقيهاش ناشفة قوي، نقيها تكون متهوية شوية. المتهوية شوية لما تيجي تفتحيها بتبقى ما بتتقطعش معاكي وبتبقى بتكون كويسة. فنقي المتهوية شوية. ودي طريقة التقطيع، تقطعي بالطريقه دي. طلعي واحده بواحده. في الاول تطلعي واحده بواحده. لو الحله صغيره طلعت شويه كده وسلقته، وفي الاخر لما الكرنبه صغرت شويه بقت مقاس الحله رحت حطاها في الحله بحالها. وما تسلقوش الورق قوي، شويه صغيرين، ما تكمليش دقيقه في الغليان، لان هو في المرحله دي بيطرى برضو زياده لانه على بعض بيبقى سخن قوي وعلى بعضه. فما تطوليش على النار وتطلعيه بسرعه. ولما الكرنبه تصغر كده وبقت تبقى مقاس الحله تروح حطها في الحله. ونسيت اقول لكم تحطوا ملح في الميه وكمون، نص معلقه ملح ونص معلقه كمون. ولما تخلصي الكرنب وعندك ورق عنب مثلا تروح حاطه ورق العنب كده وتطفي على النار، تطفي على الميه وتروح حاطه ورق العنب كده يطرى شويه صغيرين. ورق العنب ده انا كنت عايناه. ولما يبقى ما عندكيش، لو ما خزنتيش ورق عنب ممكن تشتري من السوبر ماركت بيتباع عادي مجمد. اول حاجه بقى نبتدي نعمل الخلطه بتاعه المحشي. بنحط 3 معالق زيت و3 معالق سمنه، ويا سلام لو سمنه بلدي. بس انا استبدلت السمنه وكان عندي حته دهنه بتاعه لحمه. لما بيجيلي لحمه ما بحبش احط الدهنه كلها مع اللحمه، بحب عين حته للخضار او للمحشي. فانا كنت عاينه حته دهنه حطيتها في المحشي اهي. وكمان كان عندي ربع كيلو لحمه قطعته برضو وحطيته في المحشي مع الخلطه دي برضو. بصلتين كبار تخرطيهم، واحده تصفريها كده مع الزيت، تصفريها بس ما تخليهاش تدي لون ولا حاجه. ودي اللحمه هحطها برضو مع البصل وتقلبي كويس لغايه ما اللحمه تدبل. وتحط ملح وبهارات في الخلطه دي. البصله دي تكون حاطه فيها ملح وبهارات، والملح بيبقى حلو بيطلع الميه اللي في البصله. وتقلبي اللحمه كده لغايه لونها ما يغير. ودي الطماطم بحط معاها شويه توم كويسين واضربها في الخلاط. بحب احط التوم مع الطماطم، ما بحبش احطه مع البصله. في ناس بتحط التوم مع البصله وهي على النار بتتشوح كده على النار. انا لا، بحط التوم في الطماطم بيتضرب احسن، وكمان طعمه ما يبقاش نفاذ قوي. الشبت طبعا غسلته وحطيته في المصفى شويه عشان الميه اللي فيه ما يبقاش فيه ميه خالص، يتصفى خالص من اي ميه. وبخرطه بالطريقه دي عشان هغسل الرز واحطه فوق التسبيكه. دي الطماطم لازم تخليها تقيله. ظبطت الملح والبهارات، تحط بقى البهارات اللي انت بتحبيها والملح على حسب ما انت عايزه. وبعدين غسلت الرز وصفيته، والشبت والبقدونس حطيت حبه كتار كده زي ما انت شايفه عشان بحب الشبت والبقدونس كتير برضو. اللي مش بيحب كتير براحته، بس كل ما بيبقى كتير بيبقى احسن. وطبعا هقلبه في حاجه تانية اكبر وهو بقى احشي. بقطع الكرنب، بحاول اخلي كل واحده قد التانية. وهسقيه بالشوربه. عندي شوربه في الفريزر دايما ببقى عاينه الشوربه اللي انت بتحبيها عنيها للمحشي. شوف انت بتحبي طعم شوربه ايه. انا بحب مثلا طعم شوربه البط واللحمه. شوف انت بقى بتحبي طعم شوربه ايه ابقي عنيها. واسقي المحشي كده شوربه. كنت عامله التشكيله دي برضو ورق عنب وكوسه وفلفل، وسقيته برضو شوربه. وظبطت الملح، لو انت حاسه ان الملح ناقص حطي في الشوربه. وفض شويه ورق هعينهم في الفريزر لمره تانية. وكان في شويه طماطم انا حيشاهم عشان نحطها فوق المحشي بيدوا طعم جميل. وده طبعا المحشي استوى. دي تشكيله محشي انا بحبها. دايما بحب اعمل تشكيله المحشي عشان لو في حد بيحب حاجه عن التانية، بيفضل حاجه عن التانية ياكلها. كان بالشكل الجميل ده. قدحت عليه شوية زيت عشان القديح مهم جدا. وما تنسيش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله.